طالبات الصف الثالث الاعدادي، اهلا وسهلا بكم في اخر نموذج من نماذج الجبر من الكتاب المدرسي. عندنا اخر نموذج المدمجين، هنشتغل ونبقى كده خلصنا الثلاث نماذج بتوع الجبر. ان شاء الله باذن الله هبدا انزل لكم نماذج الهندسه. هنركز قوي على نماذج الجبر لان هي دي خصوصا بتاعت كتاب المدرسه، هي دي تقريبا اللي بيجي منها الامتحان. فنركز قوي على نماذج الكتاب المدرسي او نماذج كتاب الوزاره، معظم الافكار بتيجي منها مع تغيير طبعا الارقام بس الافكار واحده. اول سؤال بيقول لي النقطه 5 و3 تقع في الربع. احنا اتفقنا في الفيديوهات اللي فاتت ان انا عندي المستوى الاحداثي او الشبكه التربيعيه بقسمها 4 ارباع. بيبقى هنا الصفر 1 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3 1 2 3، وهنا نقطه الاصل اللي هي الصفر والصفر. طيب انا عندي ده الربع الاول، الربع الاول بيبقى كله موجبات، السين موجبه والصاد موجبه زي ما احنا شايفين كده. السينات دي السينات ودي الصادات، السين موجبه والصاد موجبه. طيب لما اجي للربع الثاني هلاقي ان انا عندي السينات سالبه والصادات هي اللي موجبه. الربع الثالث بيبقى كله سالب، بيبقى السينات سالبه والصادات كمان سالب. الربع الرابع بيبقى السينات موجبه والصادات سالب. فانا لما اجي الاقي ان عندي النقطه السين موجب والصاد موجب، يبقى ايه الربع اللي بيبقى فيه السين موجب والصاد موجب؟ هو الربع الاول على طول. لو انت مش عارفها او مش حافظها ممكن نعمل رسمه زي دي هتبقى معاك بمنتهى السهوله. طيب الداله داله س بتساوي س اس 3 زائد 8 من الدرجه. انا لما باخد من الدرجه باخد القص اللي موجود عندي، يعني المتغير الموجود باخد القص اللي فوقيه. ما دام عندي زائد ده مقدار جبري، ما دام مقدار جبري باخد اعلى حاجه عندي. لكن لو حد جبري انا بجمع، وكده كده احنا عارفين من سنه اولى اعدادي ان دوت بيسمى مقدار جبري، والمقدار الجبري باخد فيه اعلى قص. طبعا الثمانيه دي بالدرجه الصفريه لان هي عدد صحيح، انا باخد المتغير اس 3 يبقى من الدرجه الثالثه. تمام؟ طيب المدى ومجموعه القيم، احنا قلنا ان المدى اكبر قيمه ناقص اصغر قيمه او اكبر مفرده ناقص اصغر مفرده. طيب ادور على اكبر مفرده هلاقي ان اكبر مفرده عندي هنا 34 واصغر مفرده عندي هنا 4، فبقول له المدى بيساوي 34 ناقص الاربعه، يبقى المدى عندي هيطلع 30. السؤال الرابع اذا كانت صاد بتساوي 2 س فان صاد تتغير، صاد بتتغير طردي ولا بتتغير عكسي؟ انا عندي هنا صاد بتساوي 2 س، الصاد في طرف والسين في طرف. لو السين والصاد في نفس المكان مع بعض الاثنين يبقى تغير عكسي. لو بينهم علاقه ضرب الاثنين في نفس المكان يبقى ده تغير عكسي. لكن الصاد ما دام جات لي في طرف والسين جات لي في طرف يبقى على طول بتتغير طرديا، يبقى الصاد بتتغير تغير طردي مع السين. لو تغير عكسي هيبقى تغير عكسي مع واحد على س، وفي الغالب انا عندي تغير العكسي بيبقى السين والصاد في طرف واحد. 5 اذا كانت س بتساوي 2 و4 و6 فان نون س تربيع. طيب ما دام قال لي نون دي عدد العناصر، نون دي عدد عناصر المجموعه. انا عندي المجموعه ادي 1 2 3 3 عناصر، هشيل السين دي واحط مكانها 3 واكمل نفس التربيع بتاعي. يبقى انا عندي هنا نون عدد العناصر، نون عدد العناصر. طيب هم عدد العناصر كام؟ 1 2 3. طيب عدد العناصر دي هشيل س واحط عدد العناصر مكانها، هيبقى 3 اس 2 3 اس 2 طبعا اللي هي 3 في 3 3 في 3 بكام؟ ب9، يبقى نون س اس 2 بتساوي 9. إذا كان أ و3 بتساوي 6 وب، أنا عندي هنا علامة يساوي، يبقى لما يكون عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، إذا كان زوجان أو زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، ما دام في تساوي بين زوجين مرتبين يبقى المسقط الأول بيساوي المسقط الأول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يعني إيه؟ يعني المسقط الأول أ ده هيساوي 6 والمسقط الثاني ده هيساوي ب، يبقى أنا عندي الأ بتساوي 6 والب بيساوي 3. يبقى عند تساوي زوجين مرتبين، عند تساوي زوجين مرتبين المسقط الاول بيساوي المسقط الاول والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني. يبقى انا عندي الالف بتساوي 6 والب بتساوي 3، فان الف زائد ب، احنا قلنا الالف بتساوي كام؟ بتساوي 6 والب بتساوي كام؟ بتساوي 3، فان الف زائد ب هقول له 6 زائد 3 بيساوي 9. وبكده نكون خلصنا السؤال الاول وجاوبنا عليه 6 اسئله اكمل. ان شاء الله هناخد السؤال الثاني، كملوا معايا. يلا نجاوب السؤال الثاني. السؤال الثاني هنا بيقول لي اذا كان س ص بيساوي 7 فان ص، قلنا لما س تبقى جنب الصاد في طرف واحد لو الاثنين مع بعض في نفس الطرف يبقى ده تغير عكسي.
يبقى ده تغير عكسي. لكن لو س في طرف والصاد في طرف يبقى ده تغير طردي. يبقى انا عندي اذا كانت س صاد او س صاد في هنا بينهم علامه في او علاقه ضرب، يبقى س صاد بتساوي 7، فان صاد بتتغير تغير طردي ولا عكسي؟ ما دام الس والصاد في طرف واحد يبقى بيتغير عكسي، ما دام الس والصاد في طرف واحد يبقى بيتغير عكسي، هيديني 1 على س. طيب اذا كانت 2 و3 و6 وس كميات متناسبه، ما قالش التناسب متسلسل، دول اربع كميات ودي كميات متناسبه، فان س عايز قيمه س، عايز دي. طيب يبقى هقول له الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. طيب يعني الاثنين على س بتساوي الاثنين على الثلاثه بتساوي 6 على س، الاثنين على الثلاثه بتساوي 6 على س. حاصل ضرب الطرفين في الوسطين، يبقى انا عندي 2 في س ب2 س بتساوي 3 في 6 ب 18. بقت معادله بقسم هنا على الاثنين وبقسم هنا على الاثنين، يبقى الس عندي بتساوي 9. يبقى لما يجي يقول لي اذا كانت 2 و3 و6 وس كميات متناسبه، بعملها له بالتناسب بتاعي 2 على 3 بتساوي 6 على س. طب 2 على 3 بتساوي 6 على س، انا بعملها حاصل ضرب الطرفين، بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 2 في س ب 2 س، 3 في 6 ب 18، يبقى 2 س بتساوي 18. انا عايزه اتخلص من المجهول دوت، انا عايزه اتخلص من ده عشان انا عايزه الس بس، يبقى بقسم على الاثنين هنا وال18 على الاثنين فيها 9، يبقى الس بيساوي 9، ودي الاجابه بتاعتي. طيب اذا كانت 2 ا بتساوي 5 ب، فان ا على ب زي ما اتفقنا في النماذج اللي فاتت او في الشرح اللي فات كنا بنقول انا هاخد ا على ب، ما ارجعش ايدي فاضيه. لو هاخد ا على ب انا رايح، لا ما ارجعش فاضي بقى، يبقى ا على ب انا خدت الالف ورايح للب، لما ارجع من عند الب لازم اخد حاجه معايا وانا جاي، ما ينفعش ارجع لوحدي كده ولا ارجع فاضي، يبقى انا عندي الالف بتروح للب، يبقى على طول وانا جاي من عند الب اخد اي حاجه معايا، يبقى الالف بتروح للب هتبقى 5 على الاثنين. يبقى انا عندي اذا كانت 2 ا بتساوي 5 ب، فان ا على ب انا خدت الالف على الب، انا من الالف رحت للب، يبقى لما ارجع من الب ما ارجعش فاضي، اخد معايا 5 على الاثنين. من مقاييس التشتت احنا قلنا من مقاييس التشتت المدى والانحراف المعياري. المدى ما بيبقاش دقيق، يعني ما بيبقاش دقيق قوي في قياس التشتت ما بين المفردات، لكن الانحراف المعياري هو ادق واهم مقاييس التشتت. الانحراف المعياري اهم وادق مقاييس التشتت. لو جايبها لي اكمل انا ممكن اكتب له المدى والانحراف المعياري، لكن لو جايبها لي اختياري انا بدور على اللي موجود عندي في الاختيارات. لو عندي المدى بختاره، لو عندي الانحراف المعياري بختاره. طيب لو قال لي من ادق مقاييس التشتت لازم اكتب الانحراف المعياري. لو قال لي من ابسط يعني ابسط مقاييس التشتت هقول له المدى. طبعا ده اختياري، فاحنا بنقول مقاييس التشتت هي موجوده عندك اصلا المدى في الاختيار، فاحنا بنختار المدى. اذا كان ن س بتساوي 5، ن دي عدد العناصر زي ما اتفقنا، ن عدد العناصر، يبقى اذا كان ن عدد العناصر، عدد عناصر س بيساوي 5، ن برضو عدد العناصر س في ص. طيب احنا قلنا س بكام؟ ب5، يبقى بحط هنا كام؟ 5 في ص بتساوي 10، س في ص بتساوي 10، يعني 5 في كام تديني 10؟ يبقى على طول هلاقي ان الصاد بتطلع معايا ب2، يبقى عدد عناصر صاد هم 2. يعني انا عندي 5 ضربتها في كام هتديني 10؟ طبعا 5 في 2 ب 10، يبقى عدد عناصر صاد بتساوي 2. لو كان قال لي صاد تربيع كنت هعملها 2 في 2 ب4، لكن هو قال لي عدد عناصر صاد بس، ما قاليش عدد عناصر صاد تربيع. تمام. اخر سؤال عندي اذا كان س بتساوي 1، س المجموعه 1، س بتساوي المجموعه 1، فان س تربيع يعني عايز س مضروبه في نفسها، يعني عايز س في س، يبقى س تربيع دي كاني بالظبط بقول س في س. هو عايز حاصل الضرب الديكارتي، هو ما قالش نون، لو كان قال نون هنا كنت هقول له عدد عناصرها 1، لكن هو قال لي لا س تربيع ما جابش نون، لو كان جاب نون كنت اقول له نون 1 في 1، لكن هو ما دام ما جابليش نون يعني مش عايز عدد العناصر، ده هو عايز حاصل الضرب الديكارتي بتاعهم. فانا عندي س في س اللي هي بتساوي المجموعه 1 مضروبه في المجموعه 1. ما انا عندي س المجموعه 1 مضروبه في نفسها مضروبه في المجموعه 1. طبعا لما بعملها حاصل الضرب الديكارتي بيبقى عندي هنا قوسين مجموعه وما بينهم الواحد والواحد. يبقى انا كده خلصت السؤال الثاني، ويلا بينا نروح على السؤال الثالث. يلا نحل السؤال الثالث. يقول لي اذا
كان، هو السؤال التالت ده صح وغلط، يعني هنحط علامة صح أو علامة غلط. إذا كان بيان الدالة دالة س الزوج المرتب 1 و3، الزوج المرتب 2 و4، والزوج المرتب 3 و3. فإن مجال الدالة دالة بيساوي أو د بيساوي 1 2 3. هل فعلا مجال الدالة 1 و2 و3؟ إحنا اتفقنا إن المجال هو السينات، عناصر السين. المجال المقابل بيبقى عناصر الصاد. المدى بيبقى مجموعة جزئية من الصادات. المدى مجموعة جزئية من الصادات. يعني أنا لما أجي أقول هنا س وهنا صاد وهنا س وهنا صاد وهنا س وهنا صاد، السينات دي كلها هي المدى، هي المجال. السينات دي كلها هي المجال، السينات دي كلها هي الايه؟ المجال. فبيقول لي فإن مجال الدالة 1 و2 و3، ادي 1 وادي 2 وادي 3. هقول له عبارتك صح، انت فعلا 1 و2 و3 هو ده مجال الدالة. لو قال لي المجال المقابل بتبقى السينات 3 وال4 والثلاثه ما بكررهاش، يعني هيبقى 3 و4 بس، لاني ما بكررش. طيب لكن لو قال لي عايز المدى، المدى باخد العناصر الموجوده برده في ايه؟ في الصادات، اللي هي برده 3 وال4 والثلاثه والثلاثه مش هكرر. طيب تعالوا نشوف السؤال الثاني. بيقول لي اذا كانت صاد بتتغير طردي مع س، وكانت صاد بتساوي 6 عندما س بتساوي 3، فإن صاد بتساوي 2 عندما س بتساوي 4. الكلام ده صح؟ قبل ما أعرف هو صح ولا غلط لازم أطبق له الأول القوانين بتاعتي أو العلاقة ما بين س وصاد لما بتكون علاقة طردية. يعني أنا بقول له الصاد 1 على الصاد 2 بتساوي الس 1 على الس 2. دي العلاقة بتاعتي. طيب مين الصاد 1؟ أول حاجة جت لي هي الصاد 1، يبقى الصاد 1 ب 6. طيب على الصاد 2، مين الصاد 2؟ الاتنين بتساوي س 1 بكام؟ ب3. طب س 2 بكام؟ ب4. يبقى انا عندي دي صاد 1، دي س 1، دي صاد 2، ودي س 2. يبقى انا عندي 6 على الاثنين بتساوي 3 على 4. هي 6 على الاثنين بتساوي كام؟ بتساوي 3. طيب بتساوي 3 على 4. هل الثلاثه بتساوي 3 على 4؟ يعني الثلاثه دي بتساوي 3/4؟ لا طبعا، الثلاثه لا تساوي 3/4. يبقى الاجابه بتاعتي خاطئه. يبقى انا عندي المساله دي غلط، مش اجابتي انا اللي غلط. الاجابه هي يعني اجابه السؤال هتبقى غلط. تمام؟ طيب بيقول لنا اذا كانت مجموعه س ناقص س بار على 2. طيب مجموعه س ناقص س بار اللي هو الوسط الحسابي، مجموعه س ناقص س بار على 2 بيساوي 36 لمجموعه من القيم. عددها يعني نون، عددها يعني نون بيساوي ايه؟ نون بتساوي 9. فإن سيجما الانحراف المعياري هتطلع ب4؟ ما انا ما اعرفش. طيب هو بيقول لي مجموعه قيم، مجموعه من القيم، يعني هي مش من جدول تكراري بسيط ولا من جدول زي مجموعات. يبقى لما بجيب سيجما من مجموعه قيم، سيجما بتساوي الجذر التربيعي لمجموعه س ناقص س بار تربيع على نون. على ايه؟ نون. طب تعالوا نطبق. هو قال لي ان س ناقص س بار كل تربيع بتساوي 36، يبقى 36 نون عندي بكام؟ نون ب9 اللي هي تساوي جذر 36 على 9 فيها ال4. طب جذر ال4 بيساوي كام؟ جذر ال4 بيساوي 2. طيب هل سيجما طلعت ب4؟ سيجما طلعت ب4 ولا ب2؟ لا طلعت ب2. يبقى هقول له الاجابه بتاعتك انت هي اللي غلط. يبقى الاجابه عندي هنكتب هنا غلط، اجابه خاطئه. ال4 دي مش صح، ال4 دي اجابه غلط. امال ايه الصح؟ الصح هو ده، الصح ان السيجما بتساوي 2. تعالوا السؤال اللي بعده. نقطة تقاطع المستقيم التي يمثل الدالة حيث دالة س زائد 2. دي الدالة بتاعتي. دالة س بتساوي س زائد 2 مع محور السينات. وهنا بقى نقف شوية كده. مع محور السينات، ما دام عندي الدالة مع محور السينات على طول الصاد بتساوي 0. ما دام مع محور السينات يبقى بيمثل المستقيم ده مع محور السينات، يبقى على طول الصاد بتساوي 0. طيب بيقول لي هي النقطة سالب 2 و0. سالب 2 دي المفروض ان هي س، والصفر دي اللي هي ايه؟ اللي هي صاد. طيب تعالوا نشيل دالة 2 ونحط مكانها 0، دالة س ونحط مكانها 0. تعالوا نشيل دالة س ونحط مكانها 0. ما هي دالة س دي اصلا هي الصاد. دالة س هي الصادات. وقال لي ان هو بيتقاطع مع محور السينات. ما دام بيتقاطع مع محور السينات يبقى الصاد ب0، يبقى الصاد ب0. طب لو كان بيتقاطع مع محور الصادات يبقى السين هي اللي ب0. لو بيتقاطع مع محور السينات الصاد ب0. لو بيتقاطع مع محور السينات الصاد ب0. لو بيتقاطع مع محور الصادات
يبقى انا هشيل داله س، داله س دي يعني صاد، واحط مكانها صفر بيساوي س زائد 2. طب انا عايز اجيب س، عشان اجيب س بجيبها في طرف مخالف، يبقى الس بتساوي، بتيجي هنا باشاره مخالفه سالب 2. يبقى فعلا الس طلعت عندي بكام؟ بسالب 2، وهو قايل ان فعلا الس هنا بكام؟ بسالب 2. الراجل ده بيتكلم صح، يبقى الاجابه بتاعتي ايه؟ هتبقى صح. يبقى عندي هنا نقطه تقاطع المستقيم اللي بيمثل الداله دي مع محور السينات على طول يبقى الصادات بصفر. طيب جبنا س، قال لي ان س سالب 2 وصفر، عوضت عن داله س بصفر، هيبقى اللي هي داله س اللي هي الصاد، داله س اللي هي الصاد، داله س بصفر يبقى صفر بيساوي س زائد 2، يبقى س بتساوي سالب 2، يبقى هو كلامه صح. تعالوا اللي بعدها، اذا كانت داله س الى صاد يا طيب فإن س تسمى المجال لهذه الداله. طيب لما س بتروح لصاد يبقى س هي المجال، لان احنا اتفقنا ان س هي المجال، وراحه لصاد يبقى صاد هو المجال الايه؟ المقابل، راحه لصاد يبقى صاد هي المجال المقابل، يبقى من السين للصاد السين هي المجال والصاد المجال المقابل. طب لو كانت من الصاد للسين يبقى كان هيبقى العكس، تمام؟ فإن س تسمى المجال لهذه الداله، هقول له ايوه انت فعلا كلامك صح، هي دي الايه؟ المجال لهذه الداله. طيب اخر سؤال في السؤال الثالث، المخطط السهمي المقابل اللي هو ده المخطط السهمي اللي عندي يمثل داله، هل هو داله من س الى صاد؟ طيب ايه شروط الداله؟ امتى اقول ان دي داله؟ قلنا ان انا عشان اقول ان دي داله لازم يكون عندي حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان كل عنصر من عناصر س يظهر كمسقط اول في العلاقه مره واحده فقط، بس ما يظهرش غير مره واحده بس. يبقى كل عنصر من عناصر س او كل عنصر في المجال بيظهر كمسقط اول مره واحده فقط. طيب الواحد ظهر مره، والاثنين ظهرت مره، والثلاثه ظهرت مره. حلو. طيب ايه الشرط الثاني؟ ان كل عنصر من عناصر س يظهر مره، ولازم يظهر، ما ينفعش يبقى في عنصر من عناصر س مفيش. يعني ما ينفعش اقول لا انا ما خدتش الاثنين، مش هاخد الاثنين، لا كده ما بقتش داله. يبقى لازم كل عناصر س يخرج منها اسهم لصاد. يبقى اول شرط ان كل عنصر من عناصر س يظهر مره واحده بس كمسقط في العلاقه، مره واحده بس. تاني شرط ان يكون عندي 1 2 3، الثلاثه دول خرج منهم اسهم للمجال المقابل. ما ينفعش حاجه هنا تبقى ما خرجش منها، يعني لو كان عندي هنا 5 وما خرجش منها سهم يبقى دي مش داله، لان الخمسه ما طلعش منها سهم للايه؟ للمجال المقابل اللي هي الصادات، يبقى دي مش داله. لكن ما دام كلهم طلعوا عندي، كلهم اتاخدوا وكلهم ظهروا مره واحده بس، يعني الواحد مثلا ما بقتش مع الاربعه تاني، او الواحد ما بقتش مع السته، يعني الواحد ما بقتش هنا مع السته كده، لا يبقى انا عندي كل واحد فيهم ظهر كمسقط اول بس. ما دام كل واحد فيهم ظهر كمسقط اول مره واحده بس، وكل عنصر خرج منه سهم، مفيش حاجه اتثابت، يبقى فعلا دي ايه؟ داله من س الى صاد، وهقول له الكلام بتاعك صح، انت عندك حق. يبقى انا عندي اول سؤال كان صح، الثاني غلط، الثالث غلط، الرابع صح، الخامس صح، السادس صح. كده خلصنا السؤال الثالث، وتعالوا نروح على السؤال الرابع واخر سؤال في نموذج. يلا نحل السؤال الرابع. اول سؤال هنا بيقول لي اذا كانت الف 1 و4 تنتمي ل 2 وس في 1 و4 فان س. طيب ما دام الف تنتمي يعني لازم يكونوا موجودين هنا، لازم الواحد والاربعه ينتموا للعلاقه دي، ولازم الواحد يكون موجود في المجموعه الاولى، لازم المسقط الاول يكون موجود في المجموعه الاولى. طيب هل هشيل 2 مثلا واحط مكانها الواحد؟ اكيد مش هينفع. يبقى مين اللي اقدر اشيلها واحط مكانها الواحد؟ هي س. يبقى س تتشال ويتحط مكانها الواحد، يبقى عندي الاختيار الاول س بتساوي 1.
يبقى على طول اختار الاجابه بتاعتي 6. ادي الاجابه بتاعتي. طيب 1 على 2 بتساوي 3 على 6 بتساوي 4 على 8 بتساوي كام؟ على 16. طيب الواحد على 2 اتضاعفت بقت 3 على 6. طب الواحد على 2 بقت 4 على 8. طب الواحد على 2 هتبقى 8 على ال 16. وادي الاجابه بتاعتي اهي هختار ال 8. طيب اذا كانت داله س بتساوي 5 فان داله س زائد داله سالب س بتساوي. طيب انا عندي داله س بتساوي 5 ما هي برضه هتساوي 5 زائد. طب داله سالب س ما هي برضه هتساوي 5. ليه؟ لان دي داله خطيه، والداله الخطيه بتبقى داله ثابته، داله ثابته، والداله الثابته عندي بيبقى داله 5 هنا زائد داله سالب 5. دي داله ثابته يعني حتى لو داله 10 هتبقى برضه ب5، لو داله 100 هتبقى برضه ب5، لو داله 60 هتبقى برضه ب5، لو داله مليون برضه هتبقى ب5، لو داله سالب 1000 هتبقى برضه ب5. لان دي داله ثابته، لان داله س عندي بتساوي 5 بنقول على دي داله ثابته لان هي بالتانيه 5 ايا كانت الداله هي برضه بتفضل ب5. يبقى 5 زائد 5 بتساوي 10 ولما نروح هنلاقيها موجوده هنا. الوسط المتناسب للعددين 4 و9. عايز الوسط المتناسب. طيب انا لو قلت ا على ب بيساوي ب على ج. انا لما بعوز اجيب الوسط المتناسب اللي هو الب بقول الب بيساوي الجذر التربيعي موجب او سالب ا ج او ا في ج. موجب او سالب ا في ج. الجذر التربيعي اللي هو الموجب او السالب لانه جذر تربيعي بيبقى موجب او سالب ا في ج. طيب يبقى انا عندي هقول بيساوي الجذر التربيعي لألف في ج اللي هي 4 في كام؟ في 9. طبعا سالب وموجب. طيب الجذر التربيعي 4 في 9 في 36. يعني هيبقى الجذر التربيعي موجب او سالب ل 36. يعني هتديني موجب او سالب ايه؟ موجب او سالب 6. يبقى الجذر التربيعي ل 36 هيبقى موجب او سالب 6 وادي الاجابه بتاعتي. تعالوا نشوف اخر سؤال. في الشكل المقابل معادله خط التماثل للمنحنى س. ما دام عايز معادله خط التماثل احنا بنجيب من نقطه راس المنحنى بناخد السينات. من نقطه راس المنحنى بناخد السينات. ادي نقطه راس المنحنى. دي كده نقطه راس المنحنى. باخد مين؟ السينات. طب هي السين عندي بكام؟ ب2 يبقى السين بتساوي 2. او لو عملت محور تماثل ادي محور تماثل قسم لي المنحنى نصفين متطابقين يبقى محور التماثل بتاعي سقط على مين؟ سقط على الاثنين في السينات يبقى السين بتساوي 2 وادي الاجابه بتاعتي السين بتساوي 2. وبكده نكون خلصنا النموذج الثالث في الجبر من كتاب المدرسي من كتاب الوزاره. اهتموا قوي بالثلاث نماذج. نزلت لكم الفيديو الاول ونزلت الفيديو الثاني النموذج الاول والنموذج الثاني. ده النموذج الثالث ان شاء الله هنزله لكم النهارده باذن الله. باذن الله هنبدا نشتغل في الهندسه. هناخد نماذج الهندسه برده الكتاب المدرسي وهنزل لكم المراجعات النهائيه. بالتوفيق ان شاء الله. دمتم في امان الله. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.